شوفوا توا، شوفوا فما مكان باش نتعدوا منه. هاي ما ننصحكش بوزيدة. هاي فوالا. هذا يعني شو اسمه قيس سعيد ما نجمش يتعدى، خاطر بعد ما دار الكرش ديالو ما نجمش يتعدى قيس سعيد، هذا ما شك فيه. واضح. شنقريحه ما نجمش خاطر رجليه ديما محلولين ما نجمش. شوف شنقريحه كيفاش يمشي، شوف يبدا يمشي هكذا. شفتوا؟ ما نجمش. شنقريحه ما نجمش. شفتوا؟ خرجوا؟ هو المساجد، هاي المساجد. ومش مساجد مغلقة كيما في تونس راهو، لا. هاي الزاوية. الزاوية الريسونية. شوفوا. زاوية لفائدة سيدي علي بن محمد بن ريسون. 1793. تقراو اقراو التاريخ. 1793 مش 1962. شفتوا؟ شوفوا قاعدين تشوفوا. نزيد نذكركم يا كراغلة. شوف مدينة بركة ذي، مدينة بركة. شوفوا في أي سنة؟ 1793 مش 1962. وتتهدوا. شوفوا راكم قاعدين تتفرجوا، لأنه الكراغلة سينيالوني وقصوا لي اللايف، مانيش عارف قداش من مدة اللايف. قصوا لي اللايف وتتفرجوا هكا. شوفوا هكذا هي الإمبراطورية المغربية. راكم تشوفوا دار. شوفوا الألوان. شوفوا راكم تقراوا قاعدين تشوفوا. شوفوا حتى الميز يعيش هنا. ريتوه مدينة تراث عالمي إنساني منذ سنة 1997. منذ سنة 1997 ومدينة تطوان مصنفة تراثا عالميا إنسانيا. مدينة عتيقة لتطوان. إذا ما صنفوش سنة مصنفة تراث عالمي إنساني، ومصنفة مدينة مبدعة كذلك من طرف اليونسكو. مدينة مبدعة. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا انتم قاعدين تتفرجوا. شوفوا تتفرجوا. انظروا كما هو. شوفوا الإمبراطورية. شوفوا الإمبراطورية. هاي شبكة مياه الكوندو العتيقة. هاي شفتوها؟ كانت عندهم شبكة مياه وقت اللي كانوا معناتها الغربيين ما عندهمش حتى الآبار ديال الماء. هنا عندهم شبكة ديال المياه منذ قرون. شوفوا هاكم تتفرجوا. انظروا مسائل أخرى السي لطفي هي المدينة التي تطل على غرار عدد من المدن العريقة بالمدينة، فالأحياء تسمى بنوع الحرف المهنية التي تقام فيها. فمثلا هذه
الخياطين فنجد عدد من الحرف التي تمارس حرفة الخياطة. هذا الحي يسمى بالصياغين نسبة إلى صائغي الذهب، وبالتالي نجد عددا من الدكاكين التي تعمل في هذا المجال. نعم. وكذلك الدباغين، الخرازين الذين أي كما هو، أي. نعم موجودين. نعم كعدد من الدول. نعم صحيح. احنا باش يعملوا في المدينه العتيقه، سمعت انه باش يعملوا يعني زنقه الزقافونيين ديال قيس سعيد، باش يديروا لهم زنقه الزقافونيين باش يبقاو في التاريخ. هذه الصياغات شوفوا العمل نستخدم. السلام عليكم. تشوفوا لو المكان هذا جاء في تونس، رواك العصابات أجروا الأماكن وحلوها يعني بيوت دعارة سرية وحتى علنية، لأنه تونس مرخصت لهم طبعا. في تونس والجزائر مرخصين لهم ها، يشجعون على يعني عبادة الشيطان. شوفوا هاكم تتفرجوا. هذه من أجمل الساحات هاي سيدي شوف التي تغنى بها حتى الرسام العالمي الإسباني ماريانو بيتروتشي. شوفوا يعني فرجوا بلد مؤمن. هذاك علاش نقول لكم تعالوا إلى المغرب، هذاك علاش نقول لكم هكذا، هذا بلد الأمان. هاي الموجات شوفوا هاي شفتوه اللقب ديالي موجود ها وين هكا زي التاء الغرسة، ريتوه علاش نحب الامبراطورية. هذا هنا تشريو دبش السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هاي الغرسة، اللقب ديال لطفي غرس موجود بارتو. شوفوه هاكم تشوفوا دار الحكم. هنا كان يتم يعني محاكمات، إن كان هنا يكون القاضي الشرعي وهنا المتهم أو المتهمون، إذا كان هناك خصومات نعم. بين الزوجين أو في الإرث أو شيء من هذا يعني القبيل، كان فضل هذا النزاع. هو دار الحكم. والأهم هنا هو الترميم الذي لقيه هذا الحكم والمحافظة على الأصل. وهو من المشاريع التي يعني عرفتها المشروع الأخير لجلالة الملك والذي أشرف عليه بشكل شخصي، هو تثمين المدينة العتيقة لتطوان. مشروع تثمين المدينة العتيقة لتطوان، والتي وهمت عدد من المشاريع الكبرى والمهيكلة داخل المدينة، والتي أعادت الروح والحياة لعدد من المعالم والمآثر التراثية للمدينة التي كانت يعني طالها النسيان وطالها يعني الإهمال، ولكن من خلال هذا المشروع تم إحياؤها من جديد، وهذا نعم. جزء منه. سلام. يعني كذلك كانت سببا يعني طبعا حتى يعني في يعني ادماج اليد العامله والشغل وما شابه ذلك، وجد يعني كسب السياح، الرزق. فكما نحن نتحدث وانتم ترون السياح يتوافدون يتجولون بكل حريه، يعني بلد الامن والامان. الحمد لله. اذا هكذا هو بلد الامن، الامبراطوريه المغربيه. يا اولادي راني كي قلت لكم امبراطوريه راني مانيش يعني نفذلك نقولوا بالتونسي. هذا أول مسجد بني بتطوان، وهذا هو مؤسس المدينة كما ترون، جامع القصبة. احنا عندنا القصبة في تونس، نعم، خذتها الدولة واضح، أو خذتها العصابة وداروها يعني كما نقولوا احنا ديالهم هما ديال الحكومة. نعم. طول التجمع. هذا جامع القصبة،
وهو من بناء في نهاية القرن الخامس عشر، يعني مباشرة بعد 1492 بعد هجرة الموريسكيين إلى تطوان يعني جمع الأندلس. يعني جمع القصبة هذا يعني ما هوش 1962. 1492. اوكي، حتى يعني يكون الفرق وش 1492 1492. وهذه اللوحات وضعت بثلاث لغات لتقريب السياح من هذه العناوين وهذه التواريخ. هذا الفرق بين ما معنى إمبراطورية واضح وما معنى دويلة أسستها فرنسا. صغار سي لطفي، هذا المقر ديال المنظري علي المنظري كان عنده الدار ديالو هي هذه، السكن ديالو الدار هنا، المسجد ودار الحكم. أما فرق يعني هذا بداية توسيع بناء مدينة تطوان. هو هذا هذا هو الأصل، هذا الانطلاق. أبي الحسن علي المنظري ساكن هذا الدار ديالو، المسجد، المحكمة، السوق، برج. كاين البرج هنا، بناء البرج عنا نشوف ديالو. ماشي انا وين البرج نشوف فيه. هذا هو الاصل ديال مدينه تطوان. نعم. البرج نشوفوه من الجهه. برج صغير. إذن كما رأيتم إن شاء الله. إذن كما تشاهدون يعني ليس كالدويلات التي تأسست عن طريق الاستعمار الفرنسي 1962 وأصبحوا يعني همهم الوحيد دولة 13 قرن زائد 50 دقيقة. هذا شعار آخر، هذا شعار آخر. هذو الغرناطيين اللي جاوا من غرناطة، شعار غرناطة لاحظتي هذه بحال رمان. هذو الغرناطيين هذا في حربهم، هذو الناس اللي هما اللي جاوا اللي مهاجرين من غرناطة بعد ما سقط الأندلس، اللي جاوا لهنا للمغرب أو تطوان، استوطنوا عملوا العلامة ديالهم هذوك مهاجرين. إذن هذا هو يعني لما قلت لهم يعني أي بشر يريد الذهاب إلى الإمبراطورية المغربية فيها ملك لا يظلم عنده واحد. يعني حتى أجداد والحكام الموجودين كانوا يستقبلون ديانات أخرى. صحيح. ديانات أخرى كانوا يستقبلون. ديانات أخرى وشعوب أخرى. أرأيتم يا 1962 تفرجوا. إذن هكذا هي الإمبراطورية. شوفوا في قيزين الحمام سيدي علي المنظري هو هذا. سيدي علي السكنه ديالو من هنا، الحمام ديالو هنا. ما شاء الله. شوفوا حمام سيدي المنظري العائلي ديال لا فامي ديالو. فرجوا قاعدين تفرجوا. ثلاثة التي تحدثنا عنها تؤدي بنا إلى أحد الأسواق. هو من الأسواق التي تحدثنا عنها. يعني لما تكون هكذا راهي تهز للسوق. يعني هذا كيما جي بي اس منذ قرون. هذا جي بي اس منذ قرون. راكم تشوفوا؟ رأيتم؟ شوفوا قصبة الطاعون أو ما يعرف بقصبة المنظري. نعم ممكن أن نوضحها. هذه قصبة المنظري أو قصبة الطاعون. ما شاء الله. في ذلك الزمان كان دائما يكون هناك حارس بيده مزمار. نعم. ويراقب الجهة المقابلة. فإذا كان القادم مراكب صغيرة ينفخ في المزمار 5 مرات حتى يسمعه الباقي. إذا كان مركب متوسط ينفخ 7 مرات. أما إذا كان من المراكب الكبيرة والحربية فهو ينفخ 9 مرات حتى يستعد الجيش. نعم. شفتوا طريقة الكوميونيكاسيون تو ولاو تلكي ولكي. وهذه من الملابس التقليدية التي يعني تعرفها المدينة. هذا المنديل يسمى عندنا منديل. وهذه الشاشية. نعم. هذه الفوطة يعني مأخوذة من قبل فاهم، مأخوذة من قبل يعني كما نقولوا. شوفوا لطفي غرس تفرجوا فيها. الشاشية الجبلية. هذه الشاشية الجبلية. هذه يعني
من تراث قديم هذا. نعم. مش 1962. لا من تراث المنطقة منذ زمان. منذ زمان يعني منذ قرون. بالمواد الأولية للمنطقة. اوكي. اذا انكم فاهمين الفرق بين 1962 وتاريخ القرون. شوفوا فيها. الحمد لله. شوفوا. محمد جزر اليومين وما فرجوا. لذلك قلت لكم تعالوا إلى الإمبراطورية المغربية فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فرجوا إمبراطورية منذ 13 قرن. وقت قلت لكم منذ 13 قرن زائد 50 تقولوا لا. ولقينا لكم اللقب ديال لطفي غرس لقيناه غاد.